القلقاس وجماله. كل سنة وانتم طيبين، عيد غطاس كده يا رب كده سعيد علينا ويعود عليكم الأيام بخير. تعالوا بقى النهاردة هنعمل القلقاس مش بطريقة واحدة، لا بطريقتين. هنعمله بالصلصة وهنعمله بالخضرة، وكمان من غير سلق يا جماعة. يعني لو مش بتلاقي السلق بتاعه فخلاص النهاردة برضو هتاكلي قلقاس وبنفس الطعم. يا جماعة بجد طعمه خطير، وهقولك بقى لون الشوربة بيبقى تحفة كده واخضر كده ازاي. ركزي في كل تركاية هقولها في الفيديو ده، وما تجريش الفيديو علشان ما تضيعش منك اي معلومة. شايفين يا جماعة الجمال ده بقى يا جماعة القلقاس بالخضرة والقلقاس بالطماطم. طبعا انا نزلت لكم قبل كده امبارح بالظبط، يعني نزلت ازاي نقطع القلقاس وازاي نفرزه لو حابين نحتفظ بيه في الفريزر اكمنه، يعني كده دايما بيبقى موسمه في الشتاء. فالنهاردة بقى هبتدي على طول معاكم من اول ما احنا خلاص كده قطعناه. طبعا المكعبات زي ما انت حابة، صغيرة كبيرة، انا هنا قطعت المكعبات كبيرة شوية. وتعالي هنا معايا حزمتين كزبرة وحزمة شبت، وهاخد نص الكزبرة ونص الشبت وهقطعه بالعيدان بتاعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني هقطعه كده لقطع كبيرة، وهقولك دلوقتي ليه. طيب النص التاني بقى يا كراميلا من الشبت والكزبرة هتعملي فيه ايه؟ هقولك دلوقتي، متستعجليش. بصي بقى، بالسكينة كده، وهحاول ان انا اخليه ناعم شوية، لكن بالسكينة. عايزة تعمليه بالمخرطة تمام، عايزة تعمليه في الكبة تمام، بس من غير مية للخطوة دي. لكن بصراحة انا افضل كده، انه علشان يبقى فيه قطع كده واضحة في الشوربة بتاعة القلقاس في الاخر. بصراحة يا جماعة بيبقى شكله يجنن كده وطعمه خطير. هنقطع باقي الشبت عندي بالشكل ده، وباقي كمان الكزبرة زي ما احنا شايفين كده، وهنركنهم على جنب. شايفين يعني تقطيع، لا هي ناعمة قوي مفرومة ولا هي كمان خشنة. وبرضو يا جماعة ما بشيلش العيدان، احنا يعني عايزين ننجز بقى. وما تقلقوش مش بتوضح خالص بعدين في الشوربة بتاعة القلقاس يعني. زي ما احنا شايفين كده بقطعها كده صغير شوية على قد ما اقدر. دلوقتي بقى تعالوا بقى عندي الثلاث انواع كده. انا عندي يا جماعة الخضرة هنا للقلقاسة الواحدة، او تكون متوسطة يعني ما تكونش كبيرة قوي، فهستخدم لها 2 حزمة كزبرة وواحد بس حزمة شبت. الشبت هنا هيديني نكهة كده لذيذة قوي، وهيغمق لي لون الخضرة شوية. دول بقى شوية الاولانيين خالص اللي انا عملتهم كده بعيدانهم وقطعتهم كده قطع كبيرة. هجيب كده هاند بلندر او الخلاط، في حوالي كده ربع كوباية من المية على شوية الخضرة دول، وهنفرم كويس قوي. اوعي تزودي مية في المرحلة دي، هي يعني ربع كوباية كده هتضربهم معاكي حلو قوي. شايفين؟ حطهم بقى في طبق كده جنب مني لغاية ما احتاجهم في الخطوات اللي جاية. تمام، احنا كده ابتدينا ان احنا نحضر الحاجة اللي احنا نشتغل بيها وهي الخضرة. وقطعنا خلاص القلقاس، وهسيب لكم لينك التقطيع والتفريز بتاعه اسفل الفيديو ده في صندوق الوصف. حلة بقى عندي على البوتاجاز، احط فيها ملعقة كبيرة كده مليانة حلوة كده من السمنة. واول ما السمنة تبتدي عندي تسيح كده وتسخن شوية، هنزل بملعقة كبيرة من الثوم المفروم. طبعا ما ننساش يا جماعة رشة الملح معاه، وهقول لكم دلوقتي برضو على تركاية تانية حلوة هنضيفها. يلا بقى لو لسه مشتركتيش في القناة اعملي سبسكرايب للقناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انزله. انا هنا مش هحمر التومة، يعني يا دوب بس التوم كده يدبل معايا واشم ريحته، مش شرط خالص انه يحمر يا جماعة، مش هيفرق اصلا. وهنزل بقى بالقلقاس بتاعي. انا هنا عندي قلقاستين يعني 2. ويا جماعة ما ينفعش ان احنا نجيب 2 ونخلطهم على بعض بقى وان احنا نطبخهم في حلة واحدة، لا. كل قلقاساية بيبقى ليها نسبة في التسوية غير القلقاساية التانية، فما تحاوليش ابدا تدمجي كده قلقاساية مع قلقاساية. حتى لو صغيرين اعمليهم في حلتين صغيرين، او تجيبي واحدة كبيرة. هو مش بتبقى طبعا يعني من جوه كده مش لطيفة او بتاع، لا، لان دلوقتي موسمه، هو طبعا موسم الشتاء، وده يا جماعة موسم تفريزه بجد. فرزيه وكلي قلقاس بقى ايه طول السنة. هشوحهم كده شوية. انا هنا مسرعة الفيديو يعني حوالي كده من دقيقتين 3 مثلا.
يتشوحوا كده، ياخدوا نكهة التوم بالملح والكزبرة. وبعدين هبتدي انزل نص الكمية من الشبت ومن الكزبرة. مش هحط الكمية كلها اللي هنا انا قطعتها. تمام. ركزوا يا جماعة بجد في التريكات دي، بأمانة هتاكلي قلقاس من غير سلق، لكن كل اللي هيدوقه من تحت ايدك هيفتكروا ان هو بالسلق بتاعه بقى وجماله. بجد يا جماعة خطير. التريكات دي بتفرق قوي يا جماعة، يعني انا هنا بعزز النكهة اكتر. طيب المية بقى او الخضرة اللي هي مطحونة انا مصفتهاش، لا انا عايزاها زي ما هي، الخضرة بالمية بتاعتها، وهبتدي اقلبها. دي بقى اللي ادتني اللون الاخضر يا جماعة الجميل قوي 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 للقلقاس اللي انتوا شفتوه في بداية الفيديو. هنقلب برضو، هنشوحها كده شوية، يعني برضو حوالي 3 أو 4 دقايق. كل ده يا جماعة برضو بيخلي القلقاس معايا يستوي بسرعة. يعني انا هنا اديت له الدقيقتين الاول مع الثوم، بعدين 3 أو 4 دقايق كده دلوقتي مع الخضرة، بعدين هبتدي دلوقتي ان انا اضيف الشوربة بتاعه اللحمة اللي انا اوريدي خلاص سلقت لحمة وجايبة دلوقتي الشوربة بتاعتها. وطبعا علشان شوربة اللحمة انا بحط فيها مرقة، فانا هنا مش هحط مرقة في القلقاس، فانا هكتفي هنا بالمرقة اللي موجودة في الشوربة. لكن طبعا الطعم لابد انك تدقيه وتظبطي بقى الملح بتاعك، لان احنا كده حطينا رشه بسيطه قوي مع الثوم علشان تطلع نكهته مش اكتر. ولكن برضو شوفي بقى الملح ودوقيه في المرحله دي بعد الغليان. دوقي بقى الملح بتاعه، ظبطي الطعم بتاعك، وبامانه بجد هتاكلي احلى قلقاس ممكن تعمليه من غير سلق. بصوا بعد ما غلى خلاص، دلوقتي بعد مرحله الغليان دي هبتدي ان انا اوطي النار واغطيه كده واسيبه على نار هاديه يستوي. بعد المرحله دي يدوب ربع ساعه وهيستوي، طبعا على حسب برضو القلقاسيه معاكي. هنهدي النار علشان يستوي كده على مهله وبراحته. دلوقتي بقى مش هستنى عليه يستوي خالص للاخر، لا، يدوب كده. طبعا كل 5 دقايق بتقلبي بتشوفيه ممكن يحتاج شوربه معاكي ولا لا. انا هنا محتاجش خالص معايا. شايفين يا جماعه لونه حلو ازاي؟ طبعا الخضره كده غمقت شويه مع لون الشوربه، والسمنه هنا ان لونها اصفر، فبجد بصوا كده خطير. ده بقى يا جماعه من غير سلق. استني بقى، احنا لسه ما خلصناش. دلوقتي هنضيف باقي الكميه بتاعه الخضره بتاعه الشبت وبتاعه الكزبره. كده انا ضفت الكميه كلها وابتدي اقلب. في اللحظه دي خلاص هو شبه ان هو استوى، مش 3/4 سوا يا جماعه، لا يبقى استوى برضو شويه، يبقى ناقص مثلا معاكي على 5 دقايق. انا دلوقتي هغطي تاني، هخليها تغلي حوالي 5 دقايق وبعدين هطفي، والقلقاس بتاعي هيبقى جاهز. تعالوا بقى نشوف الطريقه التانية اللي هنقدمه بيها، وبجد يا جماعه طعمها كمان رائع، يعني لا تقل كده حلاوه عن الطريقه دي. تعالوا نشوف بقى الطريقه التانية. برضو جبت حلة فيها ملعقة كبيرة كده مليانة حلو من السمنة، طبعا استخدمي سمنة صفراء بيضة زي ما انت عايزة. هنزل هنا ببصلاية متوسطة او تكون يعني مايلة للصغير كده، ما تكونش كتيرة. ويا جماعة بصوا بقى، رشة ملح وكزبرة، ادعيلي على الريحة اللي هتبقى في القلقاس بجد في الطريقة دي. رشة الكزبرة دي يا جماعة بتفرق قوي 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 بجد. كده جربيها، كزبرة جافة مع شوية كده من الملح مع البصلة، ويدوب تدبل مش هتحمر. ونزلت هنا على طول وراها بملعقة كبيرة برضو من الثوم المفروم، يدوب كده اشم ريحة الثوم، برضو انا مش عايزاه يحمر يا جماعة خالص. وهبتدي اشوح القلقاس معايا برضو فيه. ايه بقى بتفرق التركاية دي كراميلا؟ القلقاس نفسه بيبقى خلاص كده متطعم من طعم الثوم والبصل في اللحظة دي، ومعاهم الكزبرة. انتوا اصلا في اللحظة دي هتشموا الكزبرة عاملة ريحة كده جميلة جميلة قوي، تدي بجد يا جماعة نكهة رهيبة. فبصوا بقى برضو هقلبهم دقيقتين 3 4. انا هنا مسرعة الفيديو يا جماعة علشان ما يطولش عليكم اكتر من كده، عذرا انا عارفة ان الفيديو طويل، بس علشان خاطر ان انا يعني اجيب لكم كده طريقتين في فيديو واحد. بصوا بقى قلبتهم هنا كل ما بين كده دقيقة والتانية بقلب لغاية يا جماعة كده ما احس ان القلقاس كله اخد من النكهة بتاعة الثوم والبصل. بجد هتدمنيه، هتعشقيه من بعد الطريقة دي. لو اولادك مش بيحبوا القلقاس هياكلوه، اتحداكي كمان. دلوقتي بقى جبت عصير الطماطم وضفته عليه، وضفت كمان حبة مية كده تانية عليه علشان خاطر اخلي العصير بتاع الطماطم كده خفيف، ولما يغلي على بال ما يستوي القلقاس هيتقل وهيبقى بالشكل الجميل اللي شفتوه في بداية الفيديو. علشان اعزز اللون الاحمر
هضيف ملعقة واحدة بس كبيرة كده من معجون الطماطم. انا هنا يا جماعة بتكلم المكونات دي لقلقاسية واحدة، يعني طبعا لو هتعملي اكتر من كده فانت هتضاعفي. لو القلقاسية معاكي برضو كبيرة قد 2 كده فبرضو هتضاعفيها. خلاص دلوقتي هغطي عليه. اول ما يبتدي يغلي معايا هبتدي كده، شايفين هو بدأ اصلا خلاص اللون يعني يبان كده معايا شوية. كل ما تتسبك الصلصة كل ما هيوضح. وهنا بقى علشان ما حطيتش شوربة، ممكن على فكرة المية بدل من المية تحطيها شوربة، بس انا كانت خلاص خلصت عندي في النوع الاول. فهنا بقى هحط مرقة خضار يا جماعة، مش بستخدم مرقة لحمة. هنا عايزة تستخدمي مرقة دجاج او لحمة ايا كان زي ما انتي حابة. انا هنا بستخدم مرقة خضروات. شوية بقى كده من الكزبرة، حوالي نص حزمة اقل يعني، وبضيفهم كده بعد ما خلاص بيبقى استوى. بديله برضو كده غلوة يدوب واحدة بس، يعني يدوب مثلا دقيقتين كده تاني على البوتاجاز وخلاص بطفي. وكده بقوا عندي النوعين بتوع القلقاس جاهزين للتقديم. تعالوا بقى نشوف الجمال بتاعنا احنا وبنغرفه كده. بجد هتاكلي القلقاس وهتدعيلي. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، ويعود عليكم يا رب كده الايام بخير. بصوا بقى يا جماعة، شايفين لون الشوربة حلو ازاي بتاعته، وفي نفس الوقت احتفظت بقطع كده من الخضرة، مش كلها فرمتها في الكبة فكلها بقت ناعمة خلاص. فبجد يا جماعة الطريقة دي حلوة قوي، انا عن نفسي بعتمدها من سنين، خاصة لما بجيب القلقاس زي كده ومش بيبقى معاه السلق بتاعه. وطبعا بدل ما انك تفرزي السلق بتاعه وتتعبي نفسك في الكلام ده كله، صدقيني جربي الطريقة دي وهتحسيه ما فرقش خالص. بجد طريقته تحفة. واللي بالدمع ده جميل قوي. طبعا بتقدميه كده بتاكليه بعيش عادي، او بتقدميه مع رز. كمان مع الرز بيبقى حلو قوي، خاصة اللي هو بالدمع ده. فزي ما انتي حابة بقى تقدميه. انا هنا كنت عاملة قطعة كبيرة شوية، فممكن طبعا انك تقللي القطعة عن كده زي ما انتي حابة. وفي النهاية يا حبيبتي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لو اول مرة بتشوفيني. انا كراميلا ودي قناتي كراميلا شيف الصغير. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تخبطي لايك كده، وتنزلي كده في الكومنتات تكتبي لي كومنت كده حلو منك يشجعني على الاستمرار. شايفين يا جماعة ريحتهم يا جماعة بجد كانت قلبة الشقة عندي. بجد تحفة تحفة تحفة، طعمهم رهيب. وطعم القلقاس نفسه من جوه يعني واخد كده من الثوم ومن البصل ومن طبعا الشوربة ومن الطماطم. حاجة بجد جميلة قوي قوي قوي. انتظروني بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتي. باي باي حبايبي.